أهلا بيكم في قناتي. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنزلها. هنعمل النهاردة مع بعض السينابون بطريقة سهلة خالص وبسيطة، ومكونات موجودة في كل بيت، مفيش أي حاجة خالص صعبة أو أي حاجة مكلفة بجد بسبب الأسعار الباهظة اللي وصلها السينابون. مش عارفة ليه كده، بس بجد أوفر كتير لما يكون معمول في البيت. مش هيكلفنا حاجة خالص، كل مكوناته في البيت، وهتشوفوا بنفسكم ان كل المكونات بتاعته موجودة في البيت، وانضف كمان واحسن من بره بكتير. وهنطلعه قطني وبالطريقة اللي انتوا شايفينه مورق كده. يلا مع بعض نشوف المقادير. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوباية من الحليب، وبيضة، ومعلقتين ونص من الخميرة، معلقتين ونص صغيرين من الخميرة، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين زبدة، و3 كوبايات دقيق. هنزل المكونات السائلة كلها مع بعض واخلطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط ذرة ملح صغيرة، وهبدأ ان انا اخلطهم كويس مع بعض، وادوب البيض مع الخميرة مع السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ضربتهم كويس كده بالمضرب بتاعي او بالويسك لحد ما يختفي كل حبيبات السكر والخميرة. هنزل بقى بالدقيق بتاعي. بس خلاص، هي دي كل الحكاية. العجينة بتاعته سهلة خالص وبسيطة، وفي الاخر بتطلع قطنية وزي ما انتوا شايفين وهشة وحلوة جدا. هقلبها كده بمعلقة او بحاجة ناشفة، وبعد كده هبدأ ان انا اعجن العجينة بايدي. ممكن استخدم العجان، بس انا مش حابة استخدم العجان لان في ناس كتيرة مش عندها عجان، فانا مش عايزة احجز حد. فعشان الطريقة بسيطة خالص، مش محتاجة عجان ولا اي حاجة، هي بتتعجن بسهولة جدا. هعجنها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تبقى عجينة متماسكة وفي نفس الوقت اللي هو ايه، طرية تلزق في ايدي اللي انا بعجن فيها، لكن ايدي التانية هاجي احطها ما لقاهاش فيها حاجة، تكون نظيفة، بس ايه، تكون بتلزق كده، عجينة تكون طرية. هغطيها بقى بالاسترتش رول، وبعد كده ادخلها الفرن وهو دافي في مكان مظلم. تخمر لمدة 40 دقيقة. وهي بقى بتخمر هبدأ ان انا احضر الحشو. نص كوباية من السكر، عليها تلت كوباية من القرفة، هقلبهم مع بعض كويس. ومعايا من 6 ل7 معالق من الزبدة. ما ينفعش نحط سمنة، لازم تكون زبدة عشان تطري العجينة معايا. طبعا كمية الزبدة على حسب ما انتوا تحبوا، في ناس بتحب الزبدة اكتر ممكن تزود. هطلع بقى الهواء من العجينة بتاعتي بالشكل ده. شايفين خمرت وبقت حلوة جدا. هرش رشة دقيق على الرخامة بتاعتي عشان العجينة طبعا طرية وبتلزق زي ما اتفقنا. هحط بقى العجينة بالشكل ده، وهرش رشة دقيق برضو عليها، وهرش رشة برضو على النشابة عشان انا مش عايزاها تلزق لان هي طرية جدا. هبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي بشكل مربع او بشكل مستطيل. هحاول اظبطها كده. فردت العجينة زي ما انتوا شايفين. لازم تكون كلها سوا واحد كده بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا ادهن الزبدة بتاعتي. طبعا مش هعرف ان انا ادهنها بسباتيولا او باي حاجة، مش هتتفرد معايا زي ما انا عايزة، فلازم ان انا استخدم ايدي في الخطوة دي. هفرد كده طبقة الزبدة، وهبدأ ارش كده السكر بالقرفة. ده سكر حبيبات عادي مش سكر باودر. هغلفها كلها كده، وهبدأ ان انا الفها رول بالشكل دوت. مش صعبة خالص. هلفها بالشكل ده.
في بقى كذا خطوة ان انا ممكن اقطعها بالخيط زي ما انا بقطع بالشكل ده كده. انا بقطعها بالخيط، ممكن اقطعها بالسكينة، ممكن اقطعها بالقطاعة بتاعة الكيك او بقطاعة العجين. كده انا قطعتها بالخيط، واقطعها كمان بالسكينة، ممكن نقطعها باي حاجة. اقطعها قطع متساوية كده زي ما احنا شايفين. هجيب بقى القالب بتاعي وادهنه بالزبدة كده، عشان الزبدة بتديها طراوة حلوة جدا. ما ينفعش نستخدم السمنة لان السمنة هتنشف العجينة معانا. هرص بقى السينابون بتاعنا بالشكل ده، بجد ريحته كانت تحفة جدا. هسيب مسافة بين كل واحدة والتانية لان لسه هيخمر والحجم بتاعه يتضاعف. هظبطه كده واسيبه بقى 10 دقايق يخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هسيح معلقة من الزبدة وهبدأ ان انا ادهنه كده عشان يكون طري معايا والوش بتاعه ما ينشفش، وبعدين يستوي بسهولة ويديني اللون الاحمر اللي احنا شفناه مع بعض ده بسهولة. اخر حاجة بقى التوبنج بتاعها او الصوص بتاع السينابون. سهل خالص. جبنة كريمي وكوباية سكر بودر ومعلقتين او 4 معالق بالظبط من الزبدة وكوباية من اللبن. هحط كده بقى الزبدة مع الجبنة الكريمي، جبنة مكعبات، جبنة مثلثات اللي تعجبكم، واحط معاهم معلقة من الفانيليا، وهبدأ ان انا اخلطهم كده كويس مع بعض. ده كده السمنة والجبنة الكريمي او الزبدة، سوري، ما ينفعش نستخدم سمنة في الوصفة. هضربهم كده بالمضرب كويس، لو مفيش مضرب ممكن نستخدم الخلاط، مفيش مشكلة خالص. شايفين القوام كريمي وحلو جدا. هبدأ انزل باللبن كده بالتدريج. طبعا انا ضفت السكر مع الزبدة والجبنة. هنزل بقى باللبن بالشكل ده. كده خلص معايا التوبينج او الصوص بتاع السينابون، والسينابون خرج من الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نسيبه يهدى شوية عشان محطش عليه الصوص بتاعه ويسيح خالص ويبقى مية. فهسيبه يهدى كده 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده هنزل بقى بالصوص عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واغرقه بالصوص بالشكل ده. طبعا شكله بيتكلم عنه، حلو جدا وطعمه حلو جدا وهش وقطني زي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو. بجد ريحته كانت جبارة، يعني ريحته وهو في الفرن تحفة قوي. شايفين شكله حلو ازاي ومورق، العجينة بتاعته تحفة.